البعض يستشكل يقول بأنه كيف يعني الإمام علي بشجاعته يقف متفرجا على، ولكن هؤلاء لم يقرأوا التاريخ ولم يعرفوا الحادثة كيف وقعت. الحادثة وقعت على حين غرة، يعني حصلت بشكل نعم. بحيث لم يكن بإمكان الإمام علي عليه السلام أن يمنع هذا الاعتداء. كيف حصلت؟ كما يروي المؤرخون، السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام كانت في البيت، وتحصن في البيت جمع من الصحابة كالزبير وسلمان وعمار والإمام علي داخل البيت. جاء عمر وجاء بالنار، وصل الدخان إلى البيت. نعم. وقالوا له في البيت فاطمة، قال وأنت؟ طيب، القوم هنا كأن القوم تدارسوا هذا الموضوع، وكان الاقتراح أو أن السيدة الزهراء هي بادرت بأنه لو تتكلم مع عمر ومع المهاجمين. نعم. لأن السيدة الزهراء لها منزلة عظيمة، كانت أقدس إنسان بنظر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله. الأسباب لا يسمون بيت علي، كانوا يقولون بيت فاطمة. فاطمة كانت قلب النبي صلى الله عليه وآله، والناس تنظر لها بأنها هي مرجعية علمية روحية، آية التطهير والمباهلة. رأوا الآيات التي نزلت بالسيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام. تقدمت هي إلى الباب تتكلم مع المهاجمين الذين كان على رأسهم الخليفة الثاني، وأنه كيف تحرق علينا البيت؟ نحن آل البيت النبوة، أنا فاطمة، كيف تحرق علي البيت؟ والحسن والحسين وعلي. هنا على حين غرة دفع الباب وحصرت أو عصرت خلف الباب، وحصل إسقاط الجنين وحصل يعني هي كانت تتحدث من خلف الباب، من خلف الباب، لم تفتح الباب. نعم، من خلف الباب. وكانت على بالستر كما يقول بعض الشعراء، خرجت لا, لا يمكن، كانت بسترها، لأنه كان في البيت. نعم. كان يتحصن فيه جمع من الصحابة. نعم. فتقدمت إلى الباب على أساس أنه إذا أراد القوم أن ترق قلوبهم للسيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام